ما كيتسوقهمش، وهذه معروفه هذه الاستراتيجيه. ما كتسوقيش، هو كيقلب على واحد الاحتكاك، كيبغي يدير لك انه يبغي يدير لك اختبار. انت كتجاوبي جواب اخر، كتجاوبي مثلا كنجاوبوا كنعرفوا بانه كل ما حققنا انجاز دبلوماسي كل ما غيدير بحال هاد الحوايج هادو هنايا. اذا هو اش كيدير؟ كيخلق واحد التوتر، واحد الصيغه اخرى باش نفهموها مزيان، باش انه يضغط على المفاوضات. راه هذا العسكر كيدير هذه القضيه، كيخلق هاد الحوايج هادو، دارها قبل المفاوضات ديال مدريد. شفنا شنو هي النتائج اللي عطات. دابا الان كيضغط وغيزيد مثلا باش انه يضغط على المفاوضات ديال واشنطن، يخلق هاد التوتر هذا. ولكن هنا كما قلت راه يمكن يوقع احتكاك، لان شنقريحه غنلاحظوا فقط نرجعوا المسلسل غير ملي تقطعت العلاقات الدبلوماسيه حتى اليوم. راه شنو وقع؟ اطلاق رصاص على مغاربه مدنيين عزل. شفنا انه واحد الوقت دار مناوره عسكريه قريبه، دارها في واحد المنطقه. شفنا بانه المعلومات كيقول بانه بنى قواعد عسكريه، جاب الحرس الثوري حطوه في تندوف. مرات متعدده كل اربعه كان كيخرج ديك الاسطوره ديال انه مغاربه كل اربعه كيقول لك راه مغاربه دخلوا الكيف. هذه المسائل كلها شنا الحدث الاخر انه اطلق الرصاص على 4 ديال المغاربه مدنيين ابرياء، وواحد مازال عندهم معتقل لحد الان. هاد الحوايج كلها شناها غادا هنا. وهنا كتخرج التقارير الدوليه اللي كتبعها كتقول لك اودي راه رغم التصعيد، رغم التسابق نحو التسلح اللي كاين، راه لا التطرف ما باغي التطرف لا التطرف ما باغي الحرب حسب بعض التقارير. انا هنا كنقول راه النظام العسكري لما غادي يفقد جميع الاوراق، لما غيفقد غيبان ليه فقد جميع الاوراق، راه النظام العسكري بالنسبه ليه البوليزاريو كيحدد المصير ديالو. راه هنا ممكن انه يرتكب خطا، ممكن انه يرتكب خطا. وهنا من هنا الى المسافه الزمنيه الى المفاوضات ديال واشنطن غادي نبقاو نشوفوا بحال هذا المشهد هذا. كل مره غادي يخرجوا شي اسطوره من الاساطير، لانه كيفقد واحد الورقه اللي كيقول لنا بالمناسبه، اللي كيقولوا هما الكتابات والتصريحات ديال الهواري بومدين المؤسس ديالهم، اللي كيقول بانه خلق الورقه ديال البوليزاريو باش انه يرهق المغرب. ديك القضيه ديال الحجره في الصباط هنا، هما دابا الان كيمشيو في واحد المساله، واحد المساله اللي كيتصوروا هي الى سال الملف. وهنا كما قلت النظام العسكري لعب هذه الورقه هذه، راه ما عندوش اوراق اخرى. لهذا هاد السلوكات هنا انا كنقول هاد الحوايج، هاد السلوكات كتكرر ويبدو بانها تهدف الى شيء معين، الى شيء معين. ولكن خلينا نشوفوا فين كتكرر هاد السلوكات هذه، فين كدار الان. غتلاحظوا بانه المنطقه ديال المنطقه اللي فيها البوليزاريو ما بقيناش كنسمعوا بزاف. حتى دوك البيانات ديال البوليزاريو حتى واحد ما بقى كيديو فين ديك الحرب، هذيك الحرب اللي كيقول لك ديال حصيره وديال التصاور، وكيقول لك حرب صواريخ. وهذا دابا الان الانظار كلها موجهه لمنطقه اخرى. وهذه واحد الاستراتيجيه اللي كان وضعها خالد نزار. لهذا هنا تحولات الانظار كلها لهاد العسكريين ديال شنقريحه اللي كيجيو باغيين يسروا الحدود وكذا، ولكن بلا ما ينتبه في اللاوعي ديال شنقريحه وتبون انهم فتحوا في هذه المنطقه الجغرافيه، فتحوا الملف ديال الصحراء الشرقيه المحتله. راه فتحوه بلا ما ينتبهوا، فتحوه باش تعرف الغباء ديال العسكر. هو تفتح الان هنا، هو تفتح.
دابا الآن ملي كنبداو نناقشوا القضية ديال الحدود، باغيين يصبغوا الحدود، كنناقشوا غير جبيلات، كنناقشوا هاد الحوايج، فتحنا هذا الملف هذا، راه فتحنا هذا الملف هذا، ها هو تفتح هنا، إذا الملف مفتوح أمامنا، ولكن أنا كنتوقع أنهم غادي يفتحوا واحد الملف أخر ثاني، هانتوما راه بداو كيهضروا عليه، هذا الملف ديال الماء، بداو كيبكيو، المغرب السد وكذا، غيجيو ثاني هنا، لأن غادي يستعملوا جميع الأوراق، ولكن الورقة اللي خص بمعنى جميع الأوراق باش يحاولوا يعرقلوا الوصول إلى المفاوضات، لأن كيعرفوا بأن في المفاوضات صافي الأمور غتنتهي، غتوقف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بان لي بأنها كتمشي بسرعة، كتمشي بسرعة الولايات المتحدة الأمريكية، خدات القرار بأن هذا الملف يتسد هنا، وراه حتى هذه القضيه ديال حاضر دي ميستوره وما كيقولوا راه نتوقعوا انه المينورس وهذا الشيء كلشي غيمشي، كلشي مشى. اذا هنا كنمشيو بواحد السرعه لهذا النظام العسكري، اش غيدير؟ غيبدا ينتج العراقيل حتى هو بسرعه، ينتج هذه العراقيل بسرعه، الحيلوله دون الوصول بشكل عادي الى المفاوضات ديال واشنطن. راه بدينا حنا المسلسل ديال المفاوضات هنا، اذا غنتوقعوا هذه المساله هذه، ولكن هنا اللي غنلتقطوا الان وهو انا في نظري يبدا النقاش على الملف ديال الصحراء الشرقيه المحتله. راه هضرنا الدوره كامله، رجعنا من بدينا، راه من هنا من كانت البدايه، هنا راه الملف اللي خلق مشكل كامل هو الملف ديال الصحراء الشرقيه المحتله. العسكر داروا جاليه، لانهم خلقوا صنعوا البوليزاريو، صنعوا هاد الحوايج كاملين باش يغطيوا على هذا الملف هذا. علاش حنا في النقاش ما نمشيوش ليه مباشره؟ الان الحكم الذاتي، هذه المسائل في السياده المغربيه، ولكن خاص في نفس الوقت يتفتح النقاش على هذا الملف هذا، الارجبيلات، الاتفاقيات اللي دارت الجزائر الان دابا خالفاتها، القضيه ديال الحدود راه ما مرسماش، الا بغات ترسم الحدود راه كاينه شروط معينه، الارض ديالنا حنا اللي عطاتها فرنسا، واخا واحد المجموعه كيعلقوا على ملي كنقول انا، كيجيبوا الفيديو ديالي انا كنقولها، الارض ديالنا اللي شداتها فرنسا وعطاتها للجزائر، الجزائر ما كانتش. ثم واحد المساله اخرى، المغرب منذ البدايه، منذ النقاش ديال منظمه الوحده الافريقيه، كان معارض شي حاجه سميتها الحدود الموروثه على الاستعمار. لا، كما تملك اليوم تملك غدا. لا، كان المغرب معارضها، وهذا كان نقاش. ثم هذا غادي نقولها هذاك اللي ما قاريش، اللي مدور في الماستر، واحد المعارضه ديال الكرتون، واحد المغمض ما كنبغيش نقول سميتو لانه هو كيجبدني كيدير الفيديو باش انه يخليني انا نهضر عليه بالاسم، ما نهضرش بالاسم، ما نعطيش هذه الفرصه هذه باش يعاود هذاك اللي هو كيسمي راسو مغربي معارض، هذاك ما قراش مبدا الحدود الموروثه على الاستعمار، ما قراش، ما فهموش، ما عرفوش، ما عرفوش، يعني ما عرفوش، خصو يرجع يقرا، يقرا من جا هاد المبدا السياسي ماشي قانوني، وعلاش تفرض، وشنو السبب، علاش، شنو السبب، علاش خداتو المنظمه ديال الوحده الافريقيه حطاتو معارضه دول. هاد الحوايج كاملين خاصو يرجع يعرفوهم، يرجعوا يعرفوهم، ما كيعرفوهمش النظام العسكري عنده واحد كيقرا شي حاجه اخرى ديال القانون الدولي.